ده كان الظهور الأول للمتهمين بقتل الطبيب أسامة صبور في القضية المعروفة إعلاميا بطبيب الساحل. اعترافات المتهمين في النيابة العامة اختلفت تماما قدام المحكمة. عايز تعرف قالوا إيه قدام المحكمة؟ تابع معانا. النهارده كان أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطبيب أسامة صبور في القضية المعروفة إعلاميا بطبيب الساحل. الثلاث متهمين وهم طبيب أحمد شحتة بيعمل في مستشفى معهد ناصر، ومحامية وعامل. الثلاث متهمين استدرجوا المجني عليه لمكان وشقة، وقرروا ان هم يخدروه لمدة 3 ايام لحد ما انهارت قواه وقوى جسده وتوفى الى رحمة الله. فقرروا ان هم يحفروا له وحطوا جثته لمدة 8 ايام تحت الارض، وكانوا عاملين عليها بلاط، وكمان كانوا حاطين ثلاجة فوق البلاط ده علشان يخفوا معالم جريمتهم. المحكمة النهاردة خرجتهم من قفص الاتهام وبدأت تسألهم على التهم الموجهة ليهم. أحمد شحتة أنكر تماما علاقته بواقعة القتل، وقال إن صديق عمري أسامة صبور أنا ما أقدرش أخلص عليه. المحكمة لما سألت المحامية المتهمة الثالثة وهي إيمان، قالت له أنا ما عملتش ولا ارتكبت أي جريمة من الجرائم دي. وكمان المتهم الثالث اللي هو العامل اللي حفر للضحية ودفن جثته أنكر تماما معرفته بالواقع. المحكمة النهاردة قررت تأجيل الجلسة ليوم 2 أكتوبر من الشهر اللي جاي. تابعونا هنا علشان نقول لكم كل جديد. شكرا.